اعتزلت مش المسرح بس، الفن ككل. انا من الكلام والحلال والحرام يعني في شواهد كثيره. الاشتراك فيها جريمه، يعني ما انا بشجع. اللي خلاني اعتزلت السنه دي وانا في الكعبه شاب ملتحي لقيته قاعد جنب مني وما دخليش بقى اعمل كده ومثل ايه ربنا ياخده، لا قال لي انا بتفرج على كل مسرحياتك، قال لي انا بحبك جدا وانت دمك خفيف وانت المقدمه وعشان بحبك قوي مش عاوزك تتعذب لما تموت، الحكايه كذا وكذا وكذا. من كلام هذا الشاب كان عندي اول فيلم بطوله، كنت ماضي مسرحين بعد عش المجانين مع حسن عابدين. كلمت المدام قلت لها قول سمير عبد العظيم يتصرف في الفيلم مش هشتغل، قول لحسن عابدين يرتبط. قعدت سنه لغايه لما جه مستشار ماهر الجندي وقال لي يا ابني وانت نيتك اسعاد الناس وانت بتعمل حاجه غلط، الناس عندها هموم وانت بتسعد الناس وانت رجع. مش مقتنع انك بتعمل رساله؟ نص اقتناع، مش عاوزين نخوض في ده، رساله شائبه شويه. وبعدين لقيت في السعوديه بتذيع عش المجانين، قلت يعني لو حرام خالص ما يمنعوه، تبلبلت كده شويه واتكلت على الله واشتغلت. اللي بنشوفه في الغنى دلوقتي ان ما كانش جسمها يعمل نجوميه، هات الناس دي معايا في الاذاعه فيديو كليبات دي مش هتفتح الراديو، لان الراديو ما فيهوش حاجه عريانه، هتشوف الصوت بقى، ودي حاجات اوروبيه تخلي الشباب ينساق اليهم. ربنا يهدي الجميع. انا مقتنع في جانب من الحرمانيه الى الان. ربنا يغفر. لما نموت المناقشات دي كلها بره الموضوع، ربنا يتولانا في الاشياء دي، ربنا يحسن خاتمتنا جميعا.